لو مش مركز في رمضان فده مش سببه الجوع بس، لكن سببه الأساسي كمية النوتيفيكيشنز والأبس والسكرول اللي بلا نهاية اللي بيحصل وانت صايم. اللي انت لازم تعرفه انك مش بتتعب عشان الصيام، انت بتتعب عشان مش بتدي وقت لمخك يهدى، وبالتالي مخك بيكون حساس اكتر، واي تشتيت صغير بيكون تأثيره كبير. ليه السوشيال ميديا بيكون تأثيرها اكبر في رمضان؟ عشان احنا في رمضان بننام اقل، وبالتالي طاقتنا بتكون اقل وفرصتنا ان احنا نتشتت بتكون كبيرة، واصلا بيكون خلقنا قبل الفطار ضيق شويه. ده غير ان السوشيال ميديا والفيديوهات الكتير اصلا بتخلينا عصبيين اكتر. اللي بيحصل ان النوتيفيكيشن بترن، بتمسك الاب وترد وانت في نص مهمه، وبالتالي المخ يعيد المهمه من اول وجديد، بالتالي الاجهاد الذهني بيزيد وتركيزك بيقل. لكن احنا مش هنسيبك ضايع قوي، ممكن نعمل 4 حاجات تغير يومك. اول حاجه، اشتغل في وضع التركيز 45 دقيقه شغل، سايب موبايلك بعيد والنوتيفيكيشنز مقفوله. تاني حاجه، مش كل بريك لازم سكرولينج، جرب تتمشى، تاخد نفس عميق او تتامل. تالت حاجه، بلاش المحفزات قبل الفطار، انت اصلا قبل الفطار بيكون خلقك ضيق، فبلاش تدخل على محتوى مثير للجدل او اخبار تضايقك، كده كده مش ناقصه. رابع حاجه، بلاش شاشات قبل ساعه من النوم، عشان النوم هو اللي بيخلينا نشحن طاقتنا تاني لتاني يوم، والشاشات بتقلل التركيز ده. لما تعمل كده هتلاقي نومك اتحسن وانتاجيتك زادت. ما تنساش، بيان دايما معاك في شهر رمضان، وكل سنه وانتم طيبين.